لو لم يحصل هذا، نعم، هناك من يتحدث الآن عن لو لا أن يحصل الجزائر مهددة. الجزائر مهددة بخطر عظيم جدا. ليش؟ انت شفت الشيء اللي صار في جورجيا مثلا. جورجيا يعني كبلد يعني ذو سياده اراد ان يرجع الى سيادته، ولايه انشقت عنه جمهوريه من جمهوريه جورجيا. فالان انا من اصل بربري، من اصل امازيغي، ولكن افتخر الحمد لله اني مسلم جزائري، انتمي الى الجزائر من عائله الحمد لله فيها 28 شهيد. فاقول لك انه يعني الحمد لله. فلو تيزيوزو مثلا، الان فيه اشخاص في تيزيوزو يعني معروفين سياسيين كذلك يناديوا، وراحوا حتى لواشنطن، راحوا حتى البيت الابيض، يناديوا بالمسانده للانشقاق من الجزائر. هذا خطير جدا. معروف هذا شيء معروف للعلن. فيما مضى كانت في الثمانينات لو شخص مثلا نادى بمثل هذا الشيء يعتبر خائن ويعدم. إلا أن الآن من جلدته، من أهله، من الجيران. إلا أن الآن إلى أين وصل الحد الآن بالجزائر؟ الناس تروح الآن إلى واشنطن، إلى الوايت هاوس، ويسألوا عن المساندة. هذه هي العقلية الجزائرية التي نتحدث عنها الآن. نعم. فالآن هذا هو نتاج 18 عاما من الأزمة. أقول لك شيء، لو الآن هذا الأشخاص يعني التفوا حولهم أشخاص من خارج الجزائر وساندوهم في المشروع، وتيزيوزو مثلا قالت اوكي انا الان اعلن قيام دوله جمهوريه المستقله القبائليه، مع انه بين قوسين انه الافراد اللي يمشيوا في هذا المشروع افراد لا ينتمون الى البربريه. لا نعرف ذلك، انه يعني بالمعنى حرص على الجزائر حتى نعم بالمعنى التاريخي، بالمعنى الواسع. فلو جاءت مثلا اي دوله اجنبيه، لا نريد أن نتكلم يعني ونخصص، وساندتهم ووقفت معهم وهجمت على الجزائر، يبقى الوضع نفسه كالوضع في جورجيا. الوقت يلاحقنا. هناك حديث عن صراع واضح الآن لم يعد خفي بين فرنسا وأمريكا. هناك حديث عن قاعدة أمريكية في الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر. هناك حديث عن مكتب للمخابرات الأمريكية في الجزائر. هل لديكم علم وأنت ضابط سابق ولا شك لديك علاقات مع زملائك ورفاقك هناك؟ هو مكتوب. هل الجزائر اخترقت الآن وانتهى الأمر؟ لا، الجزائر أصبحت ربما تصبح قريبا محمية أمريكية فرنسية أو تحت الانتداب الأمريكي الفرنسي. أنا صراحة يعني اتصلت من حوالي يعني بعض الأسابيع مع شخص، مع صديق حميم، قال لي يعني المشكل في الجزائر أنه لو تتم على هذا الشكل قريبا إن شاء الله يعني نقر عليها 4 تكبيرات، لأنه الأمور خطيرة جدا في الجزائر. ليش؟ لأنه غياب دولة، غياب حكم، غياب مؤسسات، غياب رجال يعني يأخذوا مسؤولياتهم للتغيير لصالح الجزائر وللعالم كذلك. لأن التغيير في الجزائر، لأن التغيير في الجزائر لا يمكن أن يخدم الجزائر، يخدم الدول المجاورة، يخدم الإنسانية ككل، لأن الظلم لا يخدم شيء. الإرهاب أو الإرهابيين يأتوا من الظلم، يأتوا من عدة أشياء معروفة الآن للأسف. الرجال لازم تعطى لهم فرصة في الجزائر. التغيير يقوم ويكون له قائمة لو الرجل المناسب كما يقول في المكان المناسب. للأسف لا أدري إن كنت استمعت إلى ما جرى في سيدي عيسى منذ أيام. ذلك الفندق الذي هجم عليه المواطنون الجزائريون ودمروه ومسكوا صاحبه وشنقوه لأنه كان يحكم لا أدري بسلطة من يعني، وكأنه الدولة في تلك المنطقة. هناك من يخشى أن الجزائر يتحول إلى مثل هذا الفندق في سيدي عيسى. ممكن جدا. يحرق الجزائريون الأخضر واليابس ويهدمونه على رؤوس الجميع. أن الوضع في الجزائر ما المطلوب الآن لإقناع هؤلاء المسلحين من الجبال للنزول ويتحاور الجميع ويتصالح الجميع؟ الوضع في الجزائر أخطر من 92. الوضع الآن في الجزائر أخطر. الوضع أخطر من 92 الآن. كيف؟ لأنه لأنه كيان الجزائريين مهدد. كان هناك دولة والآن ليس هناك دولة. الآن ليس دولة. والأخطر من ذلك أنه التقسيم المقسم وتجزيء المجزأ يطبق في الجزائر الآن. هذا هو الأخطر شيء. الوقت انتهى للأسف. بكلمة واحدة، هل من عبرة يمكن للجزائريين الآن أن يتداركوا قبل أن يعني يأتي الطوفان على الجميع؟ العبرة في الحقيقة هو مقولة مشهورة جدا في الجزائر اللي هي ما ينفع غير الصح، معناها أنه الرجل رجل واللي عنده مبادئ ومهما طال الزمن في جنرالات كانت وراحت، إلا أن الجزائر باقية، فالعمل يكون لازم. وهناك رجال يستطيعون إنقاذ الجزائر حتى نعم بالطبع. فالإنسان لازم يعمل في سبيل الله
للشعب الجزائري وللوطن. الدكتور حسين هارون، ضابط سابق في الجيش الجزائري، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور الطيب. شكرا لك ونتمنى الخير للجزائر إن شاء الله. شكرا. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله. شكرا لك سيدي.